صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة أولى حلقاتنا من برنامج كلام كتير، البرنامج اللي هنفتح فيه مواضيع من القلب ونتكلم بصراحة من غير تجمل ولا خوف من الحقيقة. احنا في زمن بقى فيه كلام كتير، بس قليل قوي لما نسمع كلام صادق، كلام يلمس القلب. وعشان كده اخترنا أول حلقة نبدأها بموضوع بسيط قوي بس بيوجع ناس كتير قوي، وهو إن الناس بقت تستغل الطيبين. بقينا في وقت الغلط فيه بيتكلم بصوت عالي قوي. الطيب بيساعد ويتخان، بيسامح ويتوجع، بس الحقيقة إن في ناس كتير قوي بقت تاخد الطيبة ضعف وتستغلها لمصلحتها. بس خلوني أقول لكم على حاجة مهمة قوي، الطيبة عمرها ما كانت ضعف ولا غباء، الطيبة قوة، بس مش أي قلب يقدر يكون كده. بعد الفاصل هنفتح ملف غريب شويتين، ملف الناس كلها بتسمع عنه بس قليل اللي يعرف يحصل فيه ايه. ولسه في كلام كتير، أرجوكم ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في أولى حلقاتنا كلام كتير. الناس كلها تقريبا بتسمع عن المولد، في اللي بيروحها من باب الفرحة، وفي اللي بيروحها عشان البركة، وفي كمان اللي بيروح وبيقول إنها عبادة أو قربة لله. بس لما بنبص جوه بنلاقي بصراحة حاجات غريبة جدا بتحصل. ناس بترقص على أنغام الطبلة، وناس بتوزع أكل وبتقول نذر للوالي أو ندر للوالي، وفي اللي بيبات هناك أيام، وفي اللي بيطلب بيقول الحاجات دي يعني من غير لغير ربنا. أسئلة كتيرة، هل فعلا من الدين ولا احنا دخلنا في بدع وخرافات؟ البدع يا جماعة مش بس في الكلام ولا الفعل، البدع انك تعمل حاجة مش من الدين اصلا وتفتكرها عبادة، وده اخطر من المعصية نفسها، لانك بتغلط وانت فاكر نفسك صح. عشان كده قررنا نفتح الملف ده ونسأل بصراحة، ايه الصح وايه الغلط، وايه اللي بيحصل في المولد فعلا. ومنورنا النهاردة في اولى حلقاتنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز النجار اللي هيوضح لنا الصورة كاملة. منورنا مولانا. ده حضرتك اللي منور الشاشة وموفق إن شاء الله بإذن الله الله يخليك، تعالى. الله يخليك. أول سؤال حابب أسأله لك، يعني إيه المولد أصلا يا مولانا؟ وابتدى منين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أن الموالد بالشكل الذي عرفناه لم نراها إلا في الدولة الفاطمية، ونشأت لأن بعض الساسة في هذه الفترة كانوا وجدوا أن هناك حبا شديدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأوليائه وأحبابه من العلماء والصالحين، فحبوا يتقربوا إلى الشعوب، فبدأوا بقى بمسألة الاحتفالات بالموالد والاحتفال بالمناسبات الدينية، على أساس أن هم يظهروا للشعب أنهم محبين للدين وأن هم محبين للشريعة الإسلامية، ويتوددون بهذه الاحتفالات والاحتفاءات سواء للأضرحة أو سواء للمناسبات الدينية بصفة عامة. ليه دلوقتي بقى في رقص وحاجات غريبة كده يا مولانا؟ خلينا في البداية نأصل للقضية. يعني مسألة الاحتفال بالميلاد هي قضية اختلف فيها الفقهاء واختلف فيها العلماء، فهناك من أجازها على تحفظ وهناك
من حرمها. ومن حرمها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، والصحابة والتابعين إلى غير ذلك لم يحتفلوا بذلك. وبعضهم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل عندما سئل عن يوم الاثنين فقال صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. فبناء على ذلك قالوا انه هو يجوز، مع انه هو المسألة قياس مع الفارق. لابد بداية أن نفرق بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين باقي الأولياء. احنا بنتكلم دلوقتي عن الأضرحة الأول. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ورد فيهم نص بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الصلاة، يعني الصلاة عليهم صلاة فرض في الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أولياء أيضا لابد إلى قسمين. هناك أولياء ثبتت لهم الولاية بنص، وهناك أولياء يحسبهم الناس أنهم من الأتقياء، أنهم من المقربين إلى الله عز وجل. فالأولياء الذين ثبتت لهم كذلك كالعشرة المبشرون بالجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، يبقى أكيد يكون ولي من أولياء الله عز وجل. مثل سيدنا بلال بن رباح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، فهو مبشر بالجنة. فكل من ثبتت له البشرى فخلاص ده موضوعه انتهى. أما غير ذلك فنحن نحسبه من الأولياء، ونحن نحسبه من الصالحين ومن المتقين، ولا نزكي أحدا على الله عز وجل. اللي بيغنوا ويقولوا بنمدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده مديح أصلا؟ هو مديح النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالموالد. المدح النبي صلى الله عليه وسلم في الأشعار فهو وارد ولا شيء فيه. كان سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وله أشعار كثيرة ثابتة ومأثورة عن سيدنا حسان وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هناك بعض المديح، حتى أن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه غضب وقال أمزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ليلة عيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم. فمسألة إن أنا يعني أمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بداية نقول أن الأمر جائز، لكن من أنا حتى أمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول له بعد أن قال له ربه إنك لعلى خلق عظيم؟ فدايما المديح يكون من الأعلى إلى الأدنى. تمام. من الأعلى إلى الأدنى. ولذلك الله عز وجل عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ده أمر. مظبوط. فقال يا أيها الذين آمنوا إيه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. من نحن وما هي وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصلي عليه؟ ده ربنا اللي أمرنا. إحنا قلنا إيه بقى لما ربنا أمرنا؟ قلنا اللهم صلي وسلم. يعني إحنا اللي صلينا ولا إحنا رجعنا الأمر إلى صاحب الأمر، إلى الله عز وجل؟ فدعونا، أمرنا الله عز وجل بالصلاة، فنحن شعرنا بالتقصير في قلوبنا وفي نفوسنا، وقلنا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأعدنا الأمر إلى صاحب الأمر فقلنا له يا رب صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أن هناك أشعار ترقق القلوب وتحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وتبعث الطمأنينة وتأتي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات من الشعر يعني يقولها المداحون، فلا شيء في ذلك ما دام أن الأمر في حدود الشرع وفي حدود المباح. طيب هو يعني بالنسبة لو في واحدة بتعمل ندر وبتطبخ وبتوزع على، ده صدقة ولا بدعة؟ هو أولا ليس بصدقة، لأن حضرتك قلت نذر. مظبوط. فالنذر لا يكون إلا لله عز وجل. النذر لا يكون إلا لله عز وجل.
فلو نظرت لله عز وجل أن الأمر الفلاني لو تم، أو لو ابن رب شفيته أو كذا، سأطعم وفود مثلا الحسين، أو وفود السيدة زينب، أو السيدة نفيسة، أو السيدة أيا كان يعني. فهنا أصبح النذر هنا والنية لله. فهي ترى أن كثير من الناس يجتمعون في هذا المكان ليس عندهم طعام ولا شراب، فهي تأتي إليهم بالطعام والشراب، لكنها نظرت لمن؟ لله، أن تطعم من يفيدون على كذا. وطبعا ده قليل، هذا الفهم قليل يعني، ما حدش هيعمل الفهم ده الا اذا كان حد فقيه. نعم. لكن غالبا تقول ان لو كذا انا هودي للحسين كذا، انا هودي للسيد البدوي كذا، او يا حسين لو شفيت ابني هجيب لك كذا، او يا سيد او يا سيده لو فعلت كذا هجيب لك كذا. هنا لا لا لا, لا خالص خالص. هنا دخلنا في منطقه موضوع مختلف تماما. يبقى هنا ما عادش نذر. ليه؟ لان النذر لابد ان يكون لله. هذبح لله، هاكل لله، هطعم لله، هتصدق لله عز وجل خالصا، تمام، لا شرك فيه. طيب الست بقى قد تكون من العوام، او الرجل من العوام، هو ما يفهمش في مسألة التوسل ومسألة النذر وما سألش. فهنا بقى هنرجع بقى نسأله بقى لنيته. يعني انت لما قلت انا هودي للسيد، انت تقصد السيد، والسيد بياكل ولا بيشرب؟ السيد امره مفوض الى الله عز وجل، هو او غيره. كما قلنا بقى ان قسمين، قسم خلاص منتهين منه، تمام، اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ثبتت لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم اخر الى يوم القيامه. وبعدين هي في نقطه، ده لو ان دولت اولياء الله بس تبقى مصيبه وكارثه. لو ان الاولياء هم ما تحت القباب فقط تبقى كارثه، ده تبقى الامه راحت في 60 داهيه. انما قالوا ان الاولياء اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا. مش شرط يكونوا من كبار العلماء ولا من كبار العباد، ده ممكن تلاقي انسان عادي جدا 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 لا يلقي له بال، اشعث اغبر، لو اقسم على الله لأبره. يعني شكله كده مش مظبوط ولبسه مش مظبوط، ولو جه قرب من الجماعه اللي هم الكبار يطردوه ويقول لك مين اللي جاب الشخص ده هنا؟ ليه؟ لا يعرفه الناس، لكن بينه وبين الله عز وجل حال. وربنا لما قال زي ما بيقولوا في بينه وبين ربنا عمار، يعني ده مدد اتصال. وزي ما قالوا إن زي ربنا ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني اللي هم بيخافوا من ربنا، اللي بيخشوا ربنا. فالحديث صريح: رب عبد أشعث أغبر، شوف غبار الطريق وغبار السفر، لو أقسم على الله لأبر. بس ده هو ميت ولا هو حي؟ ما هي دي المسائل اللي احنا لابد نفرق بينها. لابد أن نفرق بين الولي المقبور والولي الذي يعيش بيننا. فالولي الذي يعيش بيننا ربما ننتفع بعلمه، ننتفع بدعائه، ربما يكون له يعني دعوة صالحة، ربما يكون له شيء نتأسى به، مع ان المسألة حسمت: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاللي عايز أي شيء ياخد من الأصل، من المنبع. والولي خد منين؟ خد من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة. طب ما ناخد من الإيه؟ من المنبع وابقى ولي زيه، مفيش فيها حاجة. هو لو بقى عندنا دلوقتي 100 مليون في مصر نسمة أولياء، هي إيه المشكلة؟ مفيش فيها أي شيء. مش لازم الولي ده يبقى قائد ويبقى رئيس ويبقى زعيم وبعدين نعمل له مقام وبعدين الناس تنزل له وبعدين الناس تروح له. كل هذه الأشياء أشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. نرجع لقضية نذر، إنها قضية خطيرة جدا. يعني أنا أعلم حالة إن واحدة كانت نذرة إن أعزكم الله لو البقرة بتاعتها ولدت إنها تبعت نص الولدة لأحد الأولياء، مش هنذكر اسم علشان ما حدش يعني ينتقدنا يعني. فالمهم ان الولد بعت المولود وادت لابنها النص يوديه. الولد في الطريق صرف منه وانبسط وبتاع وحط الباقي. لما جه قالت له عملت ايه؟ قال لها عملت كذا كذا. قالت له تاخد الفلوس اللي صرفتها وتروح توديها تاني عشان يبقى خد حقه كاملا. كل هذا الفهم هو فهم غير صحيح، لكن بما انه يصدر من العوام
وهم لا يعرفون الأحكام، فنقول لهم إن دي من الأشياء التي رفعت عن الأمة، اللي هو الجهل والنسيان إلى آخر هذه الأمور، هي من الأمور المعفو عنها. لكن إذا كان من العلماء أو كان ممن يعلمون أو كان من يستطيع أن يأتي إلى العلماء ويسألهم، نقول له لا، أنت هنا بقى دخلت في منطقة محرمة تماما، منطقة خطر تماما تماما. وصدقني المسألة ديت مسألة، مع ان في كثير من العلماء المسؤولين يعني يدافعوا عن القباب وعن هذه المساجد بشكل يعني مميت، لكن في الحقيقة أن هذه الصناديق، النذور إلى آخر هذه الأمور ينبغي أن تنفض، وينبغي أن يكتب على الصندوق النذر لله وليس للولي. إذا اعتقدنا أن ولي، أصل ما حدش بيقول على نفسه ولي، وإحنا كمان ما نقدرش نحكم على حد بالولاية. نحكم عليه بالولاية إزاي؟ يعني إيه المقومات؟ فضيلتك ده اللي إحنا بنتكلم فيه، إن يعني ده دور رجال الدين ودور مؤسسات الدين تحديدا، إنها توضح ده للعامة وللناس، لأن يعني الموضوع ما ينفعش مع العامة كده. يعني هو والله أنا ما ينفعش نسيبهم كده يعني. بالظبط، أنا بشوف أمور أحزن عليها، لكن هي دار الإفتاء المصرية هي خلصت نفسها من الموضوع ده. قالوا يعني إذا كان الموضوع يسير بما يرضي الله عز وجل ومديح وذكر وليس فيه شيء خارج إلى آخره فهو حلال، وإذا كان هناك بدع وهناك فهو حرام، لكن لم يبينوا ايه هي البدع كده أو كده عشان ما نعملهاش. أيوه. وايه هو الامور المباحه؟ الامور المباحه احنا عارفين، هنذكر الله، هنذكر سيره هذا الولي، هنذكر ما اثر عن هذا الولي، هنذكر افعال هذا الولي. بعض الناس تقرأ قرآن، بعض الناس تقوم بالمديح. كل هذه الأمور أمور جيدة وأمور ممتازة، أن نجتمع على كتاب الله ونجتمع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن المناقب، لا شيء، كل ده حلو، هيرقق القلوب، هيحبب الناس في الدين أكثر. ربما تتأسى بشيء، عندك استعداد وعندك رغبة قوية وعندك شغف للاستماع، فده هيكون أدعى من إن واحد رايح يصلي الجمعة وقاعد وكل شوية يقول لزميله هو الراجل ده هيخلص إمتى، لأنه عامل زي اللي رايح وهو يعني بيأدي واجب، حياء بس كده من الناس، فما بيستفيدش أي شيء من هذا المكان. فهذا الجمع، هذا الجمع الطيب بصرف النظر عن أن هذا الأمر مباح أو غير مباح، مختلف فيه أو غير مختلف فيه، لابد أن يتم استغلاله استغلالا جيدا علميا، بحيث أن أنا أروح هذه الألوف التي زحفت من كل مكان إلى ساحة هذا المسجد العامر، أن أنا أستغلهم، أن أنا أرجعهم بغير ما أتوا. تمام. هو إحنا ممكن نعبد ربنا بطريقة غلط بصراحة؟ أيوة، كثير من الناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ده بنص الآية. فكثير من الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى خطأ، لكن على الإنسان أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله عز وجل بما فرضه الله عز وجل عليه. ولذلك ربنا في الحديث القدسي الذي رواه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ما قالش يتقرب علي بقى بزيارة الولي أو بالاستعانة بالولي، لا. طب ما هو يا مولانا ربنا قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. حلو قوي ده، أنا عايز أقف مع دي لحظة. من عاد لي وليا فقد أذنته. من هو الولي بقى؟ في حد كاتب في بطاقته ولي ولا كاتب على صدره ولي؟ مفيش. لا. تمام. وكل إنسان هو على صلاح أنا أظنه ولي، وبالتالي أنا أظن أن حضرتك ولي وأنت تظن أنني ولي، لأن حضرتك بتصلي الصلوات
الفرض في الجماعة، حضرتك بتصلي النوافل، بتصوم الفريضة، بتصوم النوافل، بتزكي إذا كنت من أهل بتزكي الزكاة، إلى بتصدق، بتحج، بتعمل. فأنت عندي من الأولياء المتقين، وأنا كذلك عندك. فلو كل واحد نظر للآخر أنه ربما يكون ولي مش هيعاديه، يبقى المجتمع كله يعيش في إيه؟ في سلام. ما هو ده فهم للحديث. ما أنا أخاف أعاديك تحسن تبقى ولي. ما هو أنا لو أيوة. عاديتك وأنت ولي، ما هو الأولياء زي ما قلنا إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، مش مشاهير دعاة ولا مشاهير عباد. والله حضرتك أنا توفي رجل في قريتي كان لا يحسن، ليس عنده عقل ولا يحسن الوضوء ولا الصلاة، ولكن كان بالفطرة لا يتخلف، عارف ما يعرفش صلاة ولا يعرف وقت، وكان يجي يصلي المسجد وقت الأذان قبلها بربع ساعة يجي المسجد. وكنا احنا صغيرين ونحذفه بالحجارة زي عصر الجاهلية ونضحك ونلعب ويدخل المسجد. اختصارا لوقت البرنامج، توفي في المسجد يوم الجمعة، وده ولي ولا مش ولي، والراجل على المنبر ما تخلفش عن صلاة وما يعرفش يعني ايه صلاة. بس المفروض ده يحتسب بقى ان هو ولي؟ ده اكيد، ده احكم له انه والي، ده بالفطرة، هو ما عندوش عقل. تمام. لكن بالفطرة يأتي الى المسجد ويموت في المسجد. يومها قال المتحدث كلاما لا انساه، قال: لقد مات موتة لا يستطيع ان يموتها الاغنياء بما اوتوا من مال. تمام، واخد بال حضرتك؟ طيب مثل هذا كثير نحن لا نعرفهم، نظن فيهم كذلك. يبقى المسألة محتاجة ايه؟ ان احنا كلنا نتعامل مع بعض. اخاف منك وتخاف مني ليه؟ لان ممكن يكون بينك وبين ربنا صلة، وانت خايف مني عشان ممكن يبقى بيني وبين ربنا صلة. لكن اتقرب الى الله واعبده ازاي؟ بما افترضه الله عز وجل. طب وبعدين عايز ربنا يحبني اكثر بالنوافل. طب النوافل دي منين؟ من جنس ما افترضه الله عز وجل عليه، مش حاجة زايدة. تمام. مش محتاج ازود. فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار اللي منورنا النهارده، استنونا في حلقة جديدة من كلام كتير الاسبوع الجاي.